أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجنا. ضيفتي اليوم مرشحة لانتخابات مجلس النواب العراقي. رحبوا معايا بالسيدة شيماء علي حسن القرلوسي. مرحبا بك. أهلا وسهلا بكم وبقناتكم الموقرة. بداية عرف المشاهدين عن نفسك. أني المرشحة شيماء علي حسن القرولسي من محافظة ديالى على قائمة بدر 218 والتسلسل 15. ست شيماء، موقعك الرسمي والمعلومات اللي جمعناها ذكرت أنه حضرتك معلمة لغة إنجليزية. نعم. بالتالي شنو اللي خلاك تتركين أو تبتعدين قليلا عن مجال التعليم والدخول بمجال السياسة؟ شنو نعم. الدافع لدخول هذا المعترك والسباق الانتخابي؟ نعم. رشحت نفسي لأن يعني عشت في طبقة أو الشريحة التربوية، نعم. فأحببت التحامي معهم لأنهم الشريحة فيها مشاكل ومعاناة كثيرة. نعم. مثلا كثافة الطلاب في المدارس، مه. يعني دوامهم ثلاثي. نعم. مثلا نقص الأثاث عندنا معاناة مثلا في النقل، أو عندنا معاناة مشاكل تربوية. فبهذا الصدد نعم. أني رشحت نفسي لأدافع عن هذه الشريحة التربوية. إذا أنت تهدفين إلى التصدي لملف التربية والتعليم في العراق وتحسين الواقع نعم. التعليمي. نعم. نعم. طيب، تكلمتي فقط عن معاناة التلاميذ نعم. بالمدارس، وهي فعلا تشخيص جدا دقيق. اليوم تلاميذنا يعانون من دوام ثنائي وثلاثي ثلاثي. وقلة بتوفير نعم. مستلزمات الدراسة، لكن أيضا هنالك احتياجات للمعلم. المعلم أيضا على قدر من المعاناة بنفس الواقع، نفس المناخ هم، والطلاب أيضا المدارس غير مهيئة، يحتاجون لكثير من النقاط. أيضا الكادر التعليمي، بذهنك معالجة بعض السلبيات التي يعاني منها الكادر التعليمي اليوم أيضا في مدارسنا؟ نعم. مهم. حتى المدارس هالكة، نعم. يعني حتى نقص في أثاث، يعني مدارس موجودة نعم. نقص في أثاث. يعني أبسط شيء الحكومة ما يوفر لهم أثاث مدرسية مثلا. نعم. يعني غير صالحة، مدارس غير صالحة للتعليم. نعم. أي كثافة الطلاب، فالطالب شنو يفتهم إذا مدارس يعني 3 ساعات هو دوامه، يعني نعم. الدوام الثنائي أو الدوام الثلاثي. مهم. فبهذا إن شاء الله أكون الداعمة لهم إن شاء الله. في هذه المجال. حضرتك تسعين للانتقال من المنظومة التعليمية إلى المنظومة السياسية. كلا المنظومتين، منظومة التربية والتعليم ومنظومة السياسة، معنيات ببناء المجتمع العراقي. من الأقدر برأيك على بناء المجتمع، ومن الأكثر تأثيرا، المنظومة التربوية والتعليمية أم المنظومة السياسية؟ أكيد المنظومة السياسية. نعم. إذا أنا إلي دور بالمنظومة السياسية أقدر أدافع كل شيء يخص التربية نعم. في أي شكل من الأشكال. أدافع عن حقوقهم، أو من النثريات والمدارس الهالكة، وتوفير كل نقص في الهيئة. أكو مدارس عندهم نقص في الهيئة التعليمية. نعم. أكو مدارس بالقرى فيها مثلا 90 معلم 80 معلم. أكو مدارس يعني داخل القضاء ما بها، عندهم نقص بالهيئة التعليمية، والعدد الطلاب كلش كثير. نعم. فهذا يعني يسبب مشاكل في الجانب التربوي. نعم. تابعت لقاء لحضرتك تحدثتي به بفخر عن الجيل الجديد من الأطفال والشباب، نعم. ووصفتيهم بالجيل الواعي والواعد المليء بالإصرار. بالتالي هذه الطاقات الشبابية نعم. قادرة على التغيير بالتأكيد، وأنت ترين فيهم سمة التغيير. أي دور للشباب ضمن برنامجك الانتخابي؟ التقيت كثير من الشباب نعم. والشابات من خلال هذه التجربة الانتخابية. الشباب أكثر طموحا وانطلاقا واندفاعا للطاقة الشبابية، لأنه مثلا مشاكل أو معاناة عندهم يقدرون عن طريق الشاب البرلماني نعم. وصول صوته ومعاناته للبرلمان وتوفير كل ما يعانون منه. نعم. نعم. أيضا في لقاء آخر تحدثتي عن رغبة وأمنية بإنشاء جمعية تخص فئة نعم. الصم
البكم وتسهيل معاناتهم المرتبطة طبعا بالاحتياجات الخاصة. حدثينا عن هاي الأفكار وكيف ممكن تقديم خدمة من وجهة نظرك لذوي الاحتياجات الخاصة، أو ممكن خطط تقلل من معاناتهم وتسهل اندماجهم بالمجتمع. نعم. أول فقرة في برنامج الانتخابي فتحت مؤسسة خيرية للدفاع عن الصم والبكم، وبهذه اللقاء قدمت لهم كل واحد من الصم والبكم قطعة من الأرض. نعم. فأطلب من الحكومة أن يوفر لهم والسعي في بناء هذه القطعة الأرض ليكون لهم مجمع سكني، لأنهم يعني أني كمرشحة أوصفهم بملائكة الرحمة. نعم. لأنهم الشريحة يمكن المظلومة وليس لهم دور في الدوائر الحكومية. يعني نتمنى من الحكومة الانخراط هذه الشريحة معنا لعدم وجود الفارق بينهم وبيننا. نعم. إذن يجب تنمية قدراتهم ودمجهم بالمجتمع أكيد. وتمكينهم أكيد. بالمجتمع. من خلال التعليقات اللي لاحظتها على صفحتك الخاصة بفيسبوك، نعم. بعض المعلقين أو بالأحرى أغلبهم يلقبوك ببنت الشهداء. نعم. أي مسؤولية يضعها على عاتقك هذا اللقب أو نعم. هذه التسمية؟ هذه ادعاء الجماهير. نعم. يعني بنت الشهداء، صح، أنا بنت الشهداء، بس في هذه القضية الانتخابية ما استأجرت بأنه أني أخوي شهيد مثلا. نعم. ما استأجرت، لأن دم الشهيد غالي أكثر ومن كل دم، لأنه دم الشهيد كلش غالي. نعم. فأني أخوي شهيد من بداية سقوط النظام البائد في المواكب الحسينية، استشهد على يد إرهابي جبان في عبوة ناسفة. وعندي الأخويا حجي حازم من خلينا نقول الشهيد الحي، أرادوا استهدافه. نعم. وأصيب بضربات وطلقات في بدنه. نعم. نعم. ولكن بفضل دعاء الناس والقضاء حوائج الناس، الحمد لله الآن يتنعم بصحة جيدة. الحمد لله. لاحظ تأثرك بذكر هذه المسألة وذكر نعم. الشهادة، بالتالي أنت أقرب إلى معاناة عوائل الشهداء وذويهم. من وجهة نظرك السياسية وفي برنامجك الانتخابي، ماذا يحتاج اليوم منا أسر الشهداء وذويهم؟ أسر الشهداء، عندنا كثير من الشهداء في النظام الصدامي الجبان. فاستنزف كثير من الشهداء، وحتى ما بعد 2003 ذهبوا ضحية أكيد. الإرهاب. أكيد. مثلا في وقت صدام عندنا الشهيد جوامي رحمة الله عليه، والشهيدة ليلى قاسم عندنا. نعم. والشهيد أبو رحيم الدلوي أول شهيد في منظمة بدر. نعم. وعندنا كثير، يعني إذا بيت ما بي شهيد أقربائه، جيرانه، أصدقائه، فكل بيت فيه شهيد. فالشهيد له حق علينا. أحسنتي. أيضا ضمن لقاءاتك كان هنالك اهتمام بالمرأة العراقية وما تعانيه اليوم في المجتمع، شأنها شأن الرجل. بالتالي اليوم الكل عليهم الضغوط الاقتصادية تؤثر على المرأة مثل ما تؤثر على الرجل وتؤثر على الطفل. بالتالي اليوم المجتمع بأكمله يعاني، لكن للمرأة خصوصية بالتأكيد، كونها تتأثر أكثر من غيرها بالمعاناة وتحمل هم البيت ومسؤولية الأطفال. وهذه المسألة صوت المرأة العراقية الواعية القادرة على التغيير وبناء مستقبل أفضل للأطفال وللأسرة وبالتالي للمجتمع. هذول الأطفال هم اللي راح يبنون المجتمع بعد نعم. كم سنة. شنو من فكر ببرنامجك الانتخابي نعم. لتمكين المرأة بالمجتمع، لتحسين واقعها المعاشي، لتقديم خدمة أفضل نعم. فيما يختص بالمرأة؟ نعم. دور المرأة في المجتمع، فإن للمرأة هي الأم. نعم. الأم هي الأخت، الأم هي المعلمة، المهندسة، المدرسة. فالأم إذا أعددتها أعددت جيلا طيب الأعراق. فالأم هي الدور الأساسي، هي نصف المجتمع. لذلك انطلقت هذه التجربة الانتخابية
النقطة الأساسية في الدفاع عن المرأة ودورها في المجتمع. نعم. سيد شيماء، اليوم العراق جزء من المنطقة، والمنطقة تغلي على صفيح ساخن، تمر بتغييرات وتحولات وتعاني من انتهاكات وجرائم بسبب الاستكبار الصهيوني الأمريكي. بالتالي أي عملية سياسية ستكون في هذه المرحلة ستكون عملية سياسية مشحونة وبمناخ سياسي صعب. بالتالي مو أي شخص ممكن أن يتصدى لمثل هكذا عملية من هكذا أجواء. من خلال قرارك بخوض غمار السباق الانتخابي في هذه المرحلة الانتقالية طبعا من التاريخ العراقي ومن تاريخ المنطقة، ما هي الرسالة التي تريدين إيصالها سواء داخليا أو حتى خارجيا؟ يعني رسالتي إلى يعني كسياسية قصدك؟ يعني نعم. رسالتي يعني رشحت نفسي دفاعا عن العراق، أنا عراقية. نعم. ودفاع عن محافظة ديالى وبالأخص خانقين. يعني أنا كسياسية أرجع حقوق ما أخذته قبلي من البرلمانيين وعضو مجلس في محافظة. خلينا نقول هم يدخلون للسياسة لمصلحتهم العامة، لمصلحتهم الشخصية. مثلا يبلط شارع 100 متر 10 مسؤول يقول هذا أنا بلطته، وهذه عندنا واردات احنا منفذ منذرية. لو نصف واردات منفذ المنذرية هسه خانقين صار بها اعمار بناء. حصلتي على ثقة الناخبين وفزتي بالسباق الانتخابي، دخلتي البرلمان. شنو أول قرار راح تنفذيه حال حصولك على الفوز؟ يعني من أول ملف راح تناقشيه، أول قانون تريدين تطرحيه، أول مسألة تريدين تصدي لها في مجال الصحي؟ نعم. رأسا أعرض للبناء مستشفى، بناء بانزيخانة، منفذ منذرية. نعم. الواردات لإعمار بناء خانقين. ومشاريع، أكبر مشروع في خانقين من المشاريع يضمن العاطلين عن العمل وللنساء. عندنا نساء متخرجات هسه بالبيت وما عندهم شغل، يعني مثلا نقدر نسوي لهم معامل مثلا، مشاريع تخص النساء. يعني حابين هاي الفكرة. هسه أنا أروح تجمعات يتقبلون هاي الشيء. يقولون إيه والله ندعم يعني أزواجنا، يعني أكو حالتهم ضعيفة متخرجة بس قاعدة بالبيت ما عندها أي وارد، ما عندها. إذن ملف الخدمات والملف الاقتصادي هو ضمن أولى الأولويات للسيدة شيماء علي القرالوسي. راح نستكمل مع السيدة شيماء لكن بعد أن نذهب إلى هذا الفاصل. ابقوا معنا. من بعد الفاصل أجدد الترحيب بكم أعزائنا المشاهدين، وكذلك بضيفتي لحلقة هذا اليوم السيدة شيماء علي القرالوسي. مجددا مرحبا بك. أهلا وسهلا بك أستاذ. شيماء، تحدثنا عن خانقين كنموذج لما تحتاجه مختلف المدن العراقية وخاصة ديالى. بصفتك مرشحة عن محافظة ديالى لنتحدث بفضاء أوسع ولنتحدث عن ديالى الآن، ما أبرز ما تحتاجه ديالى اليوم ومجتمع ديالى برأيك؟ أستاذ، كل محافظة الآن محتاجة أبسط الخدمات هي الكهرباء. مثلا هسه عندنا الطاقة الكهربائية. عندنا مغذية من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بس ما يكفي هذه الطاقة ليغذي خانقين مثلا كلها. نعم. ديالى كلها. أي قصدي يعني ديالى هم عامة. يعني قصدي كل الخدمات اللي احنا نحتاجها أكيد في كل المحافظات موجودة. شنو أبسط الخدمات؟ الماء والكهرباء والصحة في ناحية الصحة والتعليم. هاي كل الخدمات احنا نحتاجها، وخاصة في محافظة ديالى وقضاء خانقين. لكن يقولون بالفترة الأخيرة ديالى تم تبليط الكثير من الشوارع بها، أم اقتصر ذلك فقط على الشوارع العامة في محافظة ديالى؟ نعم. ولكن في خانقين يعني اكو تبليط بس كلش يعني قليل. اذا في محافظة ديالى عامة موجودة، بس خانقين لا كلش قليلة. اذا تحتاج ديالى وخانقين أكيد. الى المزيد في ملف الطرق والنقل وغيرها من هذه الامور. طيب اليوم
عندما نتحدث عن ديالى بمكوناتها المختلفة، كيف سيكون الناخب اليوم؟ ديالى هي عبارة عن عراق مصغر، نعم. بها السنة، بها الشيعة، بها التركمان، بها الأكراد، بها فيليين، بها كثير من المكونات. نعم. بالفعل عراق مصغر. الناخب سيكون أمام مهمة صعبة بأن يلبي ويحمل هموم جميع هذه المكونات. هل هنالك خطة في ذهنك لكي تكوني صوتا جامعا لكل أطياف ديالى؟ يعني عامة في محافظة نعم، ديالى لو خانقين يعني في ديالى. في أنت ديالى. مرشحة عن ديالى بالنهاية نعم. بأكمل. نعم. نعم. في يعني عامة على ديالى. نعم. فالناخب يبقى هو حر، نعم. خلي يشوف المرشح يختلف عن باقي المرشحين السابقين، خلينا نعم. نقول المجرب لا يجرب. مه. فمن شاف من هذا النائب أو يعني أشياء وطلب منه مشاريع أو نعم. أعمال أو دعم مثلا ما وفى به، نعم. فيشوف هذا المرشح من يا عائلة، من يا مكون، من يا جهة، نعم. أكيد يعني بعد يبقى يم الناخب. نعم. طيب أكيد. ست شيماء، الدورة البرلمانية السابقة وصفت بأنها تكاد أن تكون الأضعف في تاريخ البرلمان العراقي من بعد 2003. أكيد. هل هنالك رؤية لتفعيل عمل البرلمان العراقي وجعله مؤسسة تشريعية حقيقية؟ هي البرلمان مؤسسة يعني ليست تنفيذية، تشريعية. نعم. فالبرلماني من تشوفه 4 سنوات تنتخبه ويرجع البرلمان ويرجع موقعه الأصلي، فما يسوي شيء، ما نعم. مسوي ولا مشروع. يعني خلي نقول مشروع صغير يسوي له حتى الناخب يقدر يقول هذا سوالي فالشيء نعم. أنا أقدر أنتخبه بعد. مه. أكو نواب بس يعني كما عدت فمصالحه الشخصية، نعم. هو يصير يعني مليونير ويتمتع ويسافر إلى الدول الأوروبية، ما إلا نعم. دافع بأنه يدافع على شعبه اللي انتخبه. فهذا نعم. يصير مسؤولية، كل صوت مثلا هسه أي ناخب يصوت لي فيصير مسؤولية إلي، نعم. ماكو يعني يم النواب. نعم. برنامجك الانتخابي كيف يوازن ما بين الانتماء المذهبي الشيعي والانتماء القومي الكردي بصفتك كردية؟ نعم، أنا كردية نعم. وشيعية، بس في مكونة في خانقين ما عندنا هيك شيء يعني. نعم. كردي وشيعي ويعني عايشين كله كردي وشيعي وسني وكاكائي هم عندنا. نعم. ما عندنا فرق. يعني مثلا سأني صعدت البرلمان، إذا إجاني واحد سني أقول له أنت سني ما مشي معاملتك، هو خانقيني. نعم. هو من أنت بالنهاية بالبرلمان راح يكون صوتك للعراق بأكمله، ليس فقط لخانقين أو أكيد. ديالى. نعم. أكيد. لا يعني قصدي مثلا من خانقين يجيني أو من محافظة ديالي أقول له أنت شيعي أنت سني أنت قال لا ماكو هيك شيء. نعم. أنا برلمانية وبخدمة الناخب اللي انتخبني وضحى بي صوته إلي. مه. نعم. نعم. طيب كيف سيكون التنسيق ما بين الكتل النيابية المختلفة والتوجه السياسي لحضرتك والمتبنيات السياسية والبرنامج الانتخابي؟ يعني برنامج الانتخابي نعم. قصدك؟ برنامج الانتخابي أول شرط الدفاع عن حقوق المرأة. نعم. والتربية مه. قلت لك ستسعى والخدمات، للتنسيق مع بقية الكتل السياسية في البرلمان من أجل تحقيق هذه الأهداف. تحقيق هذه نعم. الأهداف. المرأة وبعد المرأة نعم. وحقوق الأطفال والتربية والتعليم مه. والصحة نعم. والخدمات. نعم. وذكرت أيضا قبل قليل نقطة جدا مهمة، ألا وهي رفع معاناة البطالة عن الشباب من خلال عندنا توفير فرص عاطلين العمل. عن العمل بكثرة في خانقين من نعم. 2008 عندنا متخرجين لحد هذه اللحظة ما عندهم تعيينات. نعم. يعني تشوفه خريج هندسة قاعد يشتغل عمالة، هذا ظلم. نعم. عندنا حتى من النساء عندنا متخرجات، بس النساء أكثر دورا، مثلا عندهم مهن مثلا خياطة أو في الصالون أو نعم. في أي يعني أدوارهم بها مجال. أي نعم. والشباب بعد إلا التعيين. مه.
طيب اليوم المواطن العراقي بسبب الأداء التشريعي والسياسي الضعيف فقد الثقة بالمرشحين، خاصة صح. المرشحين المكررين أو المجربين أي. خلينا نقول. كيف يمكن إعادة الثقة للناخب العراقي؟ أو بمعنى آخر، خل أصيغ السؤال بصياغة أخرى، شنو اللي ممكن أنه يقدم الناخب أو عفوا المرشح من ضمانات للناخب حتى يخليه يثق وينتخبه ويقول هو هذا اللي راح يمثلني وأهل للأمانة؟ صح. هسه أنا كمرشحة ما أثق، لأنه من إجا من النواب يقولون أني أسويك نعم. والتبليط والرعاية الاجتماعية والتعيين علي، نعم. فما وفوا بعهودهم وعودهم. أني شا أقول مثلا هسه أروح للتجمعات نعم. أقول لهم أني التعيين ماكو، موازنة ماكو، أني مو حكومة، أني مرشحة. نعم. رأسا يقولوا لي والله العظيم أنت من بداية صادقة، نعم. لأن برلمانيين باقيين قالوا لنا التعيين علينا والرعاية الاجتماعية علينا ونسوي هيجي ونبلط هيجي. بس أنا كمرشحة نعم. التبليط على الحكومة والتعيين على الحكومة والرعاية الاجتماعية على الحكومة، فما أوفيهم بهذه الوعود أكيد. نعم. يعني أكون صادقة وياهم. إذن بالتالي أنت تشوفين أنه طريق الصدق هو الأقرب لنيل ثقة الناخب أكيد. العراقي؟ أكيد. نعم. أساس الحياة المرشح في نجاحه في ودخوله إلى قبة البرلمان الصدق. طيب هل يعني لاحظ ممارسات بعض الأخوة الفائزين بالدورات النيابية السابقة أنه في فترة الانتخابات يتجول ما بين الناس؟ نعم. ويعقد مجالس انتخابية ودعاية إليه ويتجول بالشارع ويلتقي بهذا وذاك ويجمع الأصوات، حال فوزه بمقعد البرلمان بعد ما نشوفه حتى بالشارع ما يتجول، لا يذكر ناسه لا يذكر أهله. هسه البعض يقول والله مشغول ما عندي وقت، لكن هل هو هذا صحيح؟ وهل فعلا ماكو وقت؟ لا، يعني برأيك النائب أين يجب أن يكون موقعه خاصة بعد الفوز؟ هل يكتفي أنه يكون موقعه على كرسي البرلمان وتحت قبة البرلمان وخلص ينسى الشارع أو يراقب ما يحدث بالشارع من خلال التلفزيون والسوشيال ميديا، لو لازم يبقى مثل ما بدأ بيناتهم ينزل ويسمعهم وجها لوجه، يبقى بين فترة وفترة ينزل لهم؟ أكيد. هسه أنا أكثر التجمعات نعم. نساء أروح. النساء تحب المرشحة أو البرلمانية نساء، لأن تنقل المعاناة مالتها، تقول أنا خابرت فلان البرلمانية وقالت لي هيك وهيك أسوي لك. من طبت للبرلمان ندق على موبايلها مقفول، ولا تجاوب ولا نشوفها. الأصح البرلماني من يدخل البرلمان كل شهر يسوي له جدول، على هذا الجدول كل منطقة شلون هسه احنا نتجول، ويعني خلينا نقول ندور على صوت واحد. في ذاك الفترة من أدخل البرلمان علي أن أسوي لي جدول كل منطقة كل شهر سيرة هذا المنطقة. أشوف معاناتهم، أشوف شنو عندهم تخرج، عندهم ما متعين، رعاية اجتماعية يطلبون، شنو معاناتهم. أكثر شيء التبليط، يقولوا لي الماء ما عندنا ماء 10 أيام إحنا ما عندنا ماء، أكثر مناطق خانقين هيك. عفية تبليط ما عندنا، العفو جهالة من يروحون المدرسة كل طين يعني. من يرجعون ملابسهم وجنطهم. أي هاي واجب البرلماني. أكيد. طيب خلينا نحكي مسألة يمكن طريفة شوية بس نتناولها بصراحة. دائما يعني بالحديث عن الخيار السياسي للمرأة والحرية السياسية بالانتخاب بالمرأة، يقولون المرأة بالمجتمعات الشرقية وخاصة بالمجتمع العراقي تتبع الرجل، يعني ما لها حرية تصويت انه هي تختار فلان او فلانة من الناس، يشوف زوجها ايش راح يختار، ايش راح ينتخب، او اخوها ايش راح ينتخب. صح. وهي مثل ما ينتخب هو، او احيانا يقولون لا هو يأمرها، يقول انا انتخب فلان، انت هم لازم تنتخبين فلان. انت ذكرتي حضرتك انه احتكاكك الاكثر اليوم من خلال المجالس الانتخابيه والتثقيف الانتخابي بالنساء. نعم. شاهدتيهن يمتلكن حريه القرار والاقتراع وحريه يختارن اللي يريدن، لو متاثرات بفكر الرجال سواء كان اخوهن ابوهن زوجهن وراح ينتخبن اللي يريدوهم؟ نعم. وعندنا هسه بانقين احنا مجالس الحسينيه، فاكثر النساء يحبون يعني هذا العبايه اللي اني هسه لابسه. فمن ادخل عليهم يقولون بهذا العمر وهذه العبايه
ويشوفون أصلنا وسمعتنا. نعم. يعني متقبلين الوضع كلش. نعم. أي. ما لهم علاقة، أزواجهم ينتخبون اللي لا يريدوهم، لا احنا لا لا ينتخبون لا, اللي لا إن شاء يريدونه. الله وياي. إن شاء الله. إن شاء بالتالي الله. اليوم ألاحظ أنه اعتمادك الأكثر في برنامجك الانتخابي على شريحة النساء. تعولين على النساء أنهم هم يصعدوك إلى البرلمان. تتوقعين ممكن أنه تحصلين أصوات كثيرة من النساء تأهلك إلى الفوز بمقعد البرلمان؟ نعم، وعدنا من نعم. الرجال تقبل كثير يعني. نعم. اي عندنا ان شاء الله، بس اي اكثر شيء من النساء ان شاء أنا الله. ما شايف ديالة وخانقين في فترة الانتخابات، كوني أكون دائما في بغداد متصدي للتغطيات الإعلامية وأشاهد أجواء الانتخاب وشوارع بغداد، لكن في خانقين وفي ديالة النساء يذهبن بكثرة إلى صناديق الاقتراع أم نعم. الأكثر هم الرجال؟ نعم. نعم. لا يعني مو أقول كل بيت إلا حريته الشخصية. نعم. إيه. فاللي حاب يعني ينتخب ذلك المرشح، يعني أكو يطلعون أوائل، أكو ما عندهم مقاطعين. نعم. بس هسه احنا تقبل الناس هواية يعني عندنا. نعم. يحبونه ويعني يدعمونه إن شاء الله. من خلال احتكاكك بالنساء، نعم. شنو لاحظتي أكثر شيء يطلبنا؟ شنو أكثر شيء محتاجته اليوم المرأة في ديالة؟ أول تجمع بس أقعد يقولوا لي ماي ما عندنا. نعم. هاي طلبهم. وثاني شيء كهربائنا مو زين. نعم. تبليط ما عندنا. ومن أني أقول لهم أقول أسوي لكم مشاريع، عندنا أعمال، عندنا إن شاء الله. شنو المشروع؟ أقول لهم مثلا دورات للصالونات. أي ودورات أكو عندهم مهن يعني مثلا أعمال يدوية. نعم. عندهم. أو حتى واحدة من النساء من باب الطرافة قالت فتحي لنا معمل مال شوكليت واني الف الشوكليت. نعم. ان شاء الله. اي نعم. يعني هاي طلباتهم. إذن أفكار جميلة يعني. اي افكار جميله. مشاريع نعم. بسيطة يمكن تنفيذها. نعم. اليوم ايش قد احنا بحاجة إلى إيجاد يعني برنامج سياسي، برنامج حكومي تتبناه المؤسسات التابعة للدولة لتنشيط ودعم هذه المشاريع الصغيرة اللي قد تنهض بالعائلة العراقية من خلال تيسير فد قروض معينة، إعطاء دعم مالي معين. أكيد. يعني خصوصا لبداية التأسيس، وبعدين هم يوقفون على رجليهم من خلال هاي المشاريع. أي والله أكثر النساء يعني أنا أشجعهم وأقول لهم أسوي لكم مشاريع كذا مشاريع كذا. يعني أكو دعم كلش قوي. نعم. يحبون هاي المشاريع لأنه قبل ماكو يجي شيء يعني، بس أسوي لكم وأعينكم نعم. والرعاية الاجتماعية وهاي تعييناتية محال ماكو، والرعاية يعني أيضا أي. ايش قد نخلي بالرعاية؟ الكل يعني محتاج اليوم للأسف. هاي من الحكومة. مسألة المرأة وتمكينها جانب جدا مهم، يجب الالتفات إلى من قبل السياسيين والمهتمين بالشأن السياسي والقائمين على السلطتين التشريعية والتنفيذية. متواصلين بهذا الحوار أعزائنا المشاهدين، خليكم ويانا. من بعد الفاصل أعود معاكم لتكملة حوارنا هذا اليوم أعزائنا المشاهدين. تحدثنا عن المرأة العراقية بشكل عام، والمرأة سواء في خانقين وديالة، كل النساء في شتى محافظات العراق. المعاناة واحدة، المواطن العراقي يعيش بنفس المستوى، بنفس الظروف، بنفس المعاناة. بالتالي اليوم نحن بحاجة إلى تصحيح المنهج بكافة الأماكن وعلى كافة المستويات والأصعدة. ننتقل من هموم المرأة ومشاكلها ورؤيتك الانتخابية ضمن البرنامج لتحسين واقع المرأة، ننتقل إلى الشباب وواقع الشباب في ديالة. من خلال البرنامج الانتخابي والحملات الدعائية التقيت أيضا بالشباب وكنت على تماس مباشر معهم من خلال لقاءات. شنو أبرز احتياجات الشباب في ديالة؟ أبرز احتياجاتهم، التقيت بشباب محافظة ديالى، هو طموحهم أن يكملون مثلا دراسات عليا. نعم. أو متخرج يريد تعيين. نعم. وأكثر الشباب استشهد مثلا والده، فهو أخذ مقام الأب
وقام بدور الأب، ويعني كان يعمل خارج البيت ترك الدراسة لهذا ترك السبب؟ الدراسة نعم. على يعني هذا السبب. فما قدر يكمل الدراسة. فطموح الشاب أو أنه يكمل الدراسة، واللي متخرج يريد تعيينات. نعم. إيه؟ برأيك اليوم ديالة هل قادرة على خلق فرص عمل أو فرص استثمارية تستوعب هذا العدد من الشباب؟ نعم. أكو مشاريع يدعم الشباب. نعم. مثلا الشباب العاطلين عن العمل، مو شرط إلا بالحكومة، أكو مشاريع. نعم. رجال الأعمال مثلا يسوي له مشاريع، يشغل هواية من الشباب. نعم. حتى هو متخرج يعني ما متعين، هم يقدر يشتغل يعني بأي شكل من الأشكال. نعم. سواء في المحلات أو المشاريع الداعمة لرجل أعمال معين. نعم. أي. تحدثت مع بعض رجال الأعمال يعني في وقت ما عن فتح فرص عمل ومشاريع في ديالى ومعامل، ذكروا أنه اليوم يعني فرص أنه إنشاء معمل في ديالى، وأنه هذا المعمل يشتغل بشكل جيد ويربح، يعني الفرص ضعيفة لأنه القطاع الزراعي في ديالى متضرر، مو مثل قبل، مو نفس المستوى والنشاط والازدهار. إلى أي مدى هذه النظرية صحيحة برأيك؟ أستاذ، عندنا إحنا ركود سياسي. مثلا عندنا نفط خانة. نعم. إذا يشغل النفط خانة يعني كم من الشباب ما يبقى بطالة بعد. عندنا منفذ المنذرية. نعم. يعني وارداته خلينا نقول يعني كثيرة. نعم. لو يشغل الشباب ما يبقى عندنا شاب عاطل عن العمل. نعم. طيب القطاع الزراعي في ديالى بأكملها بشكل عام، كيف من الممكن أن نعيد لما كان عليه وننهض بالقطاع الزراعي مجددا ونخليه يزدهر؟ هاي من خلال دعم الفلاحين. نعم. وتوفير ما يحتاجونه من كل مثلا الآليات أو من الحصاد أو من أي شيء من ما يمكن الحكومة يتوفره لهم. نعم. اليوم التقيتي بالفلاحين أيضا ضمن جولاتك الانتخابية؟ نعم. أكثر معاناتهم كانت يعني من شحة الماء، شحة الماء، من عدم تقديم دعم حكومي، وأي معاناة أخرى؟ يعني دعم الحكومي لهم قليلة. نعم. وشحة المياه هم عندنا يعني بقانقينهم شحة المياه. هاي من أهم المسببات في عملهم. نعم، لازم أنه يتم معالجة هذه المسألة. أكيد. أيضا ديالى من المحافظات اللي بيها ملف للمهجرين للأسف بسبب العمليات العسكرية التي رافقت التحرير، سواء في زمن إرهاب تنظيمات القاعدة أو في زمن إرهاب تنظيمات داعش الإرهابية. بعض القرى ما زالت مدمرة حتى هذه اللحظة ولم يعد أهاليها إلى منازلهم. كيف من الممكن معالجة هذا الملف، ملف المهجرين والنازحين؟ هاي في مكان إن شاء الله بعد الفوز في برلمان. هاي في أحد من برنامج الدفاع عن الهجرة والمهجرين. نعم. والطلب من الحكومة وتوفير أراضي وإرجاعهم إلى مناطقهم السكنية. نعم. طيب بالنسبة للي يمتلكون منزل لكن المنزل مهدم، واليوم يقول أنا ما عندي إمكانية حتى أبني بيتي من جديد. نعم. البعض الآخر لا عنده إمكانية بس يقول خو ما أروح أنا أقعد بقريتي وحدي، قرية فارغة، يحتاج لي تأمين. بعد هالخوف صراحة صح. عند الناس يحتاج يشوف قوة ماسكة الأرض، قوات أمنية تحمي المنطقة، ترجع بالتالي هذه القرى من جديد تتعمر بسواعد أهلها. نعم. نعم. بالتالي لازم اليوم بداية أنه الدولة توفر أو تعويض تعطي منح حكومي مادية ماديا. لأصحاب البيوت المهدمة حتى يرجعوا يبنون بيوتهم من جديد. نعم. نعم. تعويض حكومي لازم، يعني يعطيهم تعويضات مالية ليتمكن المهجر من إرجاع إلى مناطقه السكنية الأصلية. نعم. بالتأكيد بحاجة لمعالجة جادة. هذا ملف المهجرين في ديالى من قبل الجهات الحكومية والجهات التشريعية أيضا في البرلمان. نتحدث عن البرلمان القادم. الدورة التشريعية لهذا البرلمان تكاد أن تكون انتهت فعليا. طيب اليوم ديالى من نتحدث عنها، ديالى ملاصقة لمدن ساخنة ومدن مهمة، كركوك، صلاح الدين، وكان الكثير من الإرهابيين يستغلون هذه الخاصرة الرخوة ليتسللوا
لديالى ولحمرين وهي قريبة من خانقين، نعم. وأنت على اطلاع مباشر بهذه المعاناة. كيف يمكن تعزيز الملف الأمني في ديالى التي تمتلك جغرافيا صعبة؟ وأكيد هاي من ضمن البرنامج. نعم. يعني من السياق الأمني. نعم. أي من دعم الجهاز الأمني. نعم. والدفاع عن محافظة ديالى. بالتأكيد يجب أن ندعم الصنوف الأمنية. نعم. الماسكة الأرض والتي تتكفل ما يصنف بالملف الأمني. لاحظت أنا من خلال ذهابي لديالى بعدة زيارات أنه للحشد الشعبي دور كبير ومهم نعم. في تحقيق الأمن واستقرار الأوضاع الأمنية في ديالى. على جانب آخر نلاحظ أنه للأسف أكو أصوات تحاول المساس بالحشد الشعبي وتستهدف الحشد الشعبي وتنتقد الحشد الشعبي، لا بل هنالك أصوات تدعو إلى حل الحشد الشعبي. كيف تردين على هذه الأصوات النشاز؟ الحشد الشعبي هو المضحي الأكثر والأول في العراق. نعم. لولا الحشد الشعبي لما كان الاستقرار في العراق. هسه عندنا يعني من الجهات الأمنية عندنا الجيش والشرطة. نعم. وعلى رأسهم الحشد الشعبي. نعم. بالتالي اليوم الحشد الشعبي هو ضمانة حقيقية، ويعني نحتاج وجوده سواء في ديالى أو بقية محافظات العراق. ومن يدعو إلى الاستغناء عن الحشد الشعبي يلعب بالنار صراحة اليوم. نعم. أنتم لمستم في ديالى مدى احتياجكم للحشد الشعبي وأهمية وجود الحشد الشعبي لتأمين المحافظة. أكيد. وجميع مدن محافظة ديالى. أكيد وجود الحشد الشعبي هو صمام الأمان. نعم. للعراق ومحافظة ديالى. الدورة البرلمانية المنتهية حاليا رحلت قانون الحشد الشعبي وإقراره للدورة البرلمانية اللاحقة اللي حضرتك إن شاء الله تفوزين، نتمنى لك الفوز بها. كيف ستناقشون قانون الحشد الشعبي ورؤيتكم للموضوع، وهل ستصوتون لصالح إقرار قانون الحشد الشعبي؟ أكيد بالعشرة نفسهم الحشد. نعم. الشعبي يعني إذا بعد الفوز إن شاء الله وصلت إلى قبة البرلمان ويصير التصويت أنا ب10 أصابعي يعني ستكونون داعمين لكل القرارات التي أكيد. تدعم الحشد الشعبي وتدفعون ضد الحشد الشعبي من جميع القرارات التي تحاول نعم. المساس بالحشد الشعبي. في ختام هذا الحوار أنت بنت ديالى وابنة خانقين، ولاحظت من خلال كلامك أنه ركزتي كثيرا على خانقين، دلالة على وجود موقع متميز لخانقين في ذهنك وفي قلبك. أختم هذا الحوار معك سيدة شيماء برسالة توجهيها لخانقين وأهالي خانقين. رسالتي إلى أهلي في خانقين من أخواني وأخواتي في خانقين أنه التصويت يكون لصالح مرشح صالح وصائب في البرلمان. وخلي نقول المجرب لا يجرب. جربته 20 سنة وما شفنا أي شيء من أي برلماني. نعم. وإن شاء الله أكون صاحبة المشاريع وأكون بصمة وأكون الهوية اللي هسه حاليا ما عندنا هوية. ندخل مجلس المحافظة أو ندخل للبرلمان أي واحد من خانقين أو من ديالى ما عندنا هوية، ما عندنا بصمة. فأكون الصمام والبصمة لجميع محافظة ديالى وأهالي خانقين. أحسنتي. خلينا نذكر المشاهدين بالقائمة الانتخابية لحضرتك، رقمها وتسلسلك. قائمتي على منظمة بدر 218 وتسلسلي 15 ضمن محافظة ديالى. ومن محافظة ديالى. شكرا جزيلا للسيدة شيماء علي حسن القرلوسي على هذا شكرا اللقاء. لك ولقناتكم الموقرة. والشكر لكم أيضا أحبتي على حسن المتابعة. إلى اللقاء.